موعد مباراة نادي الزمالك وشباب بلوزداد، والقنوات اللي هتنقل الماتش، ونقاط القوة والضعف في فرقة شباب بلوزداد. مبدئيا شباب بلوزداد فرقة مش ضعيفة، فرقة كويسة جدا. هم متصدرين الدوري لحد من أسبوعين 3 كده، معرفش الدنيا وصلت معاهم لحد فين. تمام. غيروا المدرب برضو لسه في آخر السنة، مغيرين المدرب ومدرب الجديد، ومدرب مدرب محلي جزائري يعني. آه، القناة اللي هتذيع هو بي إن سبورت، الماتش الساعة 6 بإذن الله. فلو حضرتك ما عندكش بي إن سبورت، حاول تتفرج عليه بقى، شوف أي قهوة أو كافيه، أو تضحي وتجيب تعمل باكت نت تتفرج عليه، ويفضل ذلك. نقاط القوة بقى في فرقة شباب بلوزداد، عندهم قلبين دفاع إلى حد ما كويسين. عندهم باك يمين، هو القائد، اسمه خليل حاجة كده، مش فاكر اسمه. ده يعتبر من العناصر القوة في الفريق. عنده 30 سنة، وكان بيلعب ولاعب دولي سابق، ويعني مستواه مش يعني لاعب خبرة، يعني هيتعب طبعا فتوح اللي هيلعب قصاده. عندهم خط النص حدث ولا حرج، عندهم لعيبة تقيلة جدا جدا في خط النص، وتبقى دي المعركة بكرة بإذن الله، معركة خط النص بين شباب بلوزداد ونادي الزمالك. عندهم لعيبة تقيلة جدا جدا جدا، منهم لعيب رقم 5 اللي هو حسام الدين حاجة. ده خد أحسن لاعب في البطولة بتاعة أفريقيا المحليين. ده لاعب خط نص. وعندهم مهاجم اسمه واما أو وانا، مهاجم برضو كويس. فبس هما نقطة القوة بتاعتهم هي خط نص. فاللعبة بكرة إن شاء الله هتبقى على خط النص. فياريت فيريرا كده يظبط نفسه، بلاش 3 في خط النص دي، عشان احنا هنخسر في نص الملعب، ويبقى شكلنا وحش جدا جدا واحنا على أرضنا ومش عارفين نمسك نص ملعب. هتلعب ب3 نص ملعب، يكون 3 مختلفين مش 3 شبه بعض. اللهم بلغت، اللهم فاشهد.